مباراة كبيرة من بعض لاعبي النادي الاهلي، سجل الهدف الاول عن طريق اسامه ابو علي بعد تمريرة رائعة من حمدي فتحي في الدقيقة 20، ثم تعادل فريق بورتو في الدقيقة 23 في الدقيقة الاولى من الوقت بدل ضايع في الشوط الاول. الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح زيزو، يدخل ويسددها اسامه ابو علي ويسجل الهدف الثاني لصالح النادي الاهلي، لينتهي الشوط الاول 2-1 لصالح النادي الاهلي. في الدقيقة 50 بعد بداية الشوط الاول هدف لصالح نادي بورتو عن طريق جوميز. في الدقيقة 52 الهدف الثالث لصالح اسامه ابو علي وهاتريك للاعب الفلسطيني. في الدقيقة 53 هدف لصالح نادي بورتو وتصبح النتيجة 3-3. سجل بورتو هدفين 2 في 3 دقائق ليؤكد سوء دفاع النادي الاهلي، ومحمد الشناوي يقدم اداء كارثي. في الدقيقة 63 تمريرة رائعة من اشرف بن شرقي لمحمد علي بن رمضان اللي يسجل هدف عالمي في المونديال. وفي الربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني في الدقيقة 88 يسجل بيبي الهدف الرابع لنادي بورتو لتصبح النتيجة 4-4. وأهداف محققة ضائعة من أشرف بن شرقي وجراديشار ومحمد مجدي، أهداف محققة. وينتهي اللقاء. رأيك في أداء لاعبي النادي الأهلي أمام نادي بورتو؟ الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.